أهم شيء أن ترضي الله في سرك وسريرتك وعلانيتك، كل أحوالك، في أموالك، في أقوالك، في أفعالك، في سلوكك، في تصرفاتك. دع الناس تفسر ما تريد وتقول ما تريد، وأنت أصلح شأنك مع الله، فسيكفيك هؤلاء، فسيكفيكهم الله. أما إذا أشغلت نفسك بألا يقول الناس أو ما يقول الناس أو وش عند الناس، الذي يرفع هو الله، والذي يضع هو الله، والذي يعز هو الله، والذي يذل هو الله، والذي يكرم هو الله. لا أحد يرفع أحد ولا أحد يخفض أحد، ولا يعز أحد ولا يذل أحد، إنما هو الله. فأصلح أمرك مع الله. هذا هو الموحد صادق في توحيده وعقيدته، يبحث عما عند الله. هذا أمر، خلك مع الله، أصلح. وهذا العقيدة، هذه ثمرات التوحيد اللي احنا نتعلمها الآن، أن تكون مع الله عز وجل. ودائما انظر ما عند الله وراقب الله وسيكفيك خلقه. فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه.